في لحظات معينة من حياتنا بنفتقد ناس كانوا كل دنيتنا، ساعتها بيجي سؤال صعب، أعيش إزاي من غيرهم؟ أول خطوة هي إنك تعترف بمشاعرك وإنك فعلا حاسس بالحزن. مش عيب إنك تحس إنك مفتقد حد معين أو بتتألم علشان مش موجود معاك. النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ابن إبراهيم قال: إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني افتكر دايما إن الدنيا مش محطة أخيرة، هي طريق، واللي سبقونا ما غابوش بس راحوا على المكان اللي كلنا هنتجمع فيه. خليك سند لنفسك عشان النبي قال: من لا يحسن إلى نفسه لا يحسن إلى غيره. افتكر كمان سيدنا يعقوب لما فقد ابن يوسف عليهما السلام عاش فترة طويلة في الحزن، ورغم ده فضل صابر وكان دايما يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. رغم شدة الألم وطول المدة استمر في الدعاء وكان واثق في ربنا. الوجع أحيانا بيبقى هو المحفز اللي بيدفعك إنك تكون أفضل. كل ما تفتكرهم بالخير ادعي لهم، اعمل صدقة، ساعد ناس، طلع، اعمل خير، اجبر بخاطر حد، سهل الدنيا على الناس. لو انت في مكان تقدر تعمل كده ساعتها هتعيش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. دي كانت دقيقة لقلبك. خلي وجعك دايما يقربك من الطبيب المعالج الشافي المعافي، هو الله. ساعتها هتعرف إن ربنا إذا أحب عبدا ابتلاه. قلبك هيرتاح وهتعرف إن ربنا شايفك وبيحبك.